طبعا أول المضبوطات في المصنع زيتون معفن كميات كبيرة. طبعا للأسف الكمية هذه كلها تنظف ويعاد تعبئتها وتباع في الأسواق. طبعا هذه الكمية زيتون منتهي تاريخه من 3 إلى 4 شهور. طبعا زي ما انتم شايفين هذه استيكرات يستخدمونها من أجل تغيير تواريخ الإنتاج، كمية كبيرة جدا. طبعا هذه قد تكون أخطر المضبوطات اللي مسكناها، اللي هي حلاوة أطفال، منتهي من 2014. طبعا في العادة هذا الحلاو يتم تصريفه بيعه بالكيلوات، شوف الانتهاء من 2014. أيضا هذا زيتون أخضر منتهي من 2015. طبعا هذه مجموعة من الاستيكرات بتضع العلب. طبعا العلب تكون دائما مجهولة المصدر. طبعا هذا أيضا زيتون معفن أيضا. أيضا هذا زيتون أيضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا أيضا كمية من السمن أيضا. طبعا هذه حلاوة للأسف أنها منتهية من 2015. طبعا الكمية اللي تشوفونها قدامكم هذه بالكامل منتهي صلاحيتها.